حبايبي الحلوين الغاليين الشاطرين، احلى واجمد قباطين دفعه ثالثه ثانوي الغاليين، يا رب تكونوا بخير. النهارده ابطال وصلنا للتجريبي رقم 7 اللي هو تاني. هاكد عشان لو محدش سمع الفيديو المره اللي فاتت واللي قبلها، اكدت بس ناكد تاني انه عندك انت هتلاقيه ده رقم كام؟ 5، لان نزلوا 2 في الاول لوحدهم، بعد كده نزلوا 10 ورا بعض. فانت ساعات بتنزل PDF ال10 اللي ورا بعض. انا بدات من رقم 1 في ال10 دول هو رقم 3. خلاص كده بدانا ب1 و2 نزلوا في الاول، فبعد كده اخذنا 3 4 5. اذا رقم 7 بالنسبه لكم هتلاقيه رقم 5 عندك. يلا بينا بطل. اول جمله بيقول ايه؟ to not something means to tell people about it publicly. تقولها له بشكل public في العالم، all officially يعني بشكل رسمي. يبقى to compensate طبعا make up for معناها يعوض، advertise يعلن، announce. طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ انك تقول. بص التعريف بتاعها announce معناها to tell زي كلمة declare to tell، انما advertise معناها يعلن، اعلان متعلق او منشور في جورنال. تمام؟ خد لي بالك منها. organize طبعا ينظم، ملاش دعوه بالموضوع. 2 reading is a not hobby. هوايه ايه؟ if you want to occupy your free time. لو انت عايز تشغل وقت فراغك. هي طبعا هنا مش محتاج، وانا منزل لكم محاضره كامله عن مشتقات. satisfactory يعني مرضيه. اشمعنى؟ انا محتاج صفه. طول ما انت عند حضرتك هنا اسم، فانت محتاج تجيب ايه؟ صفه. satisfactory يعني مرضيه. اكيد مش راح للفعل ولا الحال، مش اماكن دي. praising always raise positively. طبعا المدح دايما بيبقى بيرفع الايجابيه. praising is the antonym عكس، يبقى عكس التوبيخ. برافو عليك. scold شرحنا في الفيديو اللي فات myth وسكولد، وكمان معاهم كلمه فيبو، وقلنا لازم نركز على التعريفات بشكل كويس. flatter ولا عندي كلمة scoring ولا proving. طبعا scold معناها يوبخ، وقلنا التعريفات مهمين جدا. واحد من أهم التشوز اللي هتبقى عندك هي الديفينيشنز. الديفينيشنز سؤال مهم جدا، سؤال التعريفات ده مهم جدا. طيب 4 بيقول ايه؟ by the end of a hard tiring day. بنهاية يوم متعب. she felt worn out. this means she was completely. ده معناه ان هي كانت ايه؟ برافو برافو طبعا. burn out او worn out هي كده معناها ان هي exhausted. يعني ايه exhausted؟ يعني منهكه. الجمله اللي وراها 5 once you are نقط you may want to abandon your job abroad. قاعد شغال ومره واحده عايز تسيب وظيفتك بره لانك حسيت بالايه؟ برافو عليك، بالهوم سيك، الحنين للوطن. طب الجمله اللي ورا منها بيقول لك نقط is what you want to do او we do is what we do اللي احنا بنعمله to judge someone's work or business. عشان احكم على شغل شخص. اسمه ايه ده؟ procrastination اللي هو التسويف او المماطله. لا، assessment جاي من assess او evaluation تقييم، يقيم. خلي دي معانا. development تطوير. devaluation لا، يبقى كده صح assessment. 7 بيقول لي ايه؟ with the advent of the internet. طب ما انا دي مش عارفها. تقول لي مع قدوم الانترنت، مع ظهور الانترنت many new jobs. وظائف كتير حصل لها ايه؟ turn it up. طب يعني ايه turn it up؟ turn it up يعني appeared، يعني وظائف كتيره ظهرت. لوج ان اكيد لا. رين ان تو نوك اوت طبعا. حفظ حروف الجر، بس تقلقوش حروف الجر اللي بتيجي حاجات من المحفوظه والسهله، يعني محدش يقلق منها. والامتحانات التجريبيه باكد على اهميتها تاني بعد ما قلت لك مش الطف حاجه السنه دي عشان هم كتير، بس وارد كده يعتبروا كبنك اسئله، فوارد جدا انه يكون ليها مكان للوجود السنه دي في الامتحانات. يعني not all living creature can not. مش كل المخلوقات نقط extreme temperature. ممكن keep لا، protect survive. خلي survive معانا. مش كل الكائنات او المخلوقات الحيه تقدر تعيش في ظروف extreme يعني زياده يعني. بريفري للسود لا. نقط ده اسلوب تعجب. طيب how about a traffic haircut
ده اختراع ده، ومش ده مش اسلوب تعجب، عايز اداه استفهام على بعض. what a traffic haircut which خلي دي معانا which a traffic haircut how long لا يبقى what a traffic ده اسلوب التعجب. what وصفة وراها what a beautiful girl مثلا على سبيل المثال. what مثلا useful information what amazing an amazing book وهكذا. 10 don't go far with your imagination ما تسرحش بخيالك. a bird in a hand عصفور في اليد is better than أفضل من a dozen on a tree أفضل من 12 على الشجرة. يعني dozen معناها إيه؟ دستة أنتوا عارفين. طبعا هنا ذا هو مش محدد بشكل معين، خلي دي معانا الأول. أفضل من few dozens بقى زان دوزن لا أفضل من قولوا معايا دستة على الشجرة يعني 12 عصفور على الشجرة. السؤال اللي وراه بيقول إيه؟ At university you have to be independent في الجامعة خليك مستقل and work by طبعا مش محتاج work by yourself واشتغل أو اعمل بإيه بنفسك. القطعة كالعادة هسيبك أنت تقرأ القطعة نفسها وأنا هاخد الخطوة الثانية اللي هي إحنا تاني بنأكد في كل فيديو معلش حقكم عليا قطعة أسئلة بعد كده أسئلة القطعة تمام؟ الطريقتين لازم نعملهم. لازم من أول مرة لما نقرأ القطعة بشكل عام نفهم بتحكي عن إيه. وإحنا كعادتنا من ساعة ما بدأنا الامتحانات التجريبية بما إنه أصعب سؤال بيجي هو سؤال القطعة فإحنا مش بنترجم ولا كلمة وتعلمنا بنحل. عشان كده أنت عندك بينزل لك في اليوم بص كام قطعة فهتلاقي نفسك المفروض إن وصلت لمرحلة إن كل ده بالنسبة لك سهل. طيب يلا بينا نشوف. The suitable title of the passage is أفضل عنوان للقطعة هو The fire in the printing house. النار اللي كانت في البرينتنج هاوس في اكيد المكان بتاع الطباعه. The problem of printing مشكله الطباعه. The power of the deaf قوه الدف الشخص الاصم. The noise of the presses يعني الزيطه بتاعت البريسز الطباعه. To tell the other workers about the fire. The writer's father عشان يقول لباقي العمال عن الحريقه. بابا الكاتب ده والده عمل ايه؟ screamed loud اللي صرخ. shouted with his hand صرخ بايديه مش عارف ازاي. hit on an ink drum ضرب الانك بتاع الحبر. made a loud bang ماشي. السؤال اللي بعده which one of the following summarize the last paragraph اخر paragraph ملخصه ايه. the printers stood in the street blaming each other. My father left work after the plant وهنا قلنا plant دي ترجمناها في قطع قبل كده وهنزل لكم أهم الكلمات اللي جت في القطع كلها مع بعض بشكل عام في المراجعة. فبلانت معناها مصنع. was reopened. My father left work ساب الشغل بعد ما المصنع أعيد فتحه. ولا everyone survived with the help of the deaf ولا كل الناس عاشت بسبب مساعدة الدف الأصم. The deaf only could survive at the fire. الوحيد اللي يقدر يعيش أثناء الحريقة هو الدف بس. 15 بيقول لي the deaf printer used his foot to استخدم رجليه to feel through the soles of his shoes hold onto an ink drum warn everyone to the danger impress his deaf workmates. 16 according to the passage طبقا للباسج unless the deaf spoke with their hands they would إذا لم يكن الدف بيتكلموا بإيديهم they would كانوا find difficulty writing كانوا لقيوا صعوبة في الكتابة fail to impress each other طب دي مش عارفها ولا يهمك. find difficulty reading ولا fail to survive the danger. if the floor weren't woody طبعا جاي من كلمة wood خشب لو الأرضية ما كانتش خشب. fire would spread faster كانت النار انتشرت أسرع. لا ده الخشب يخلي النار أسرع. the printer would die soon البيض بعدها كان مات. fire wouldn't spread fast النار ما كانتش انتشرت أسرع دي ممكن. the press room would be more dangerous كان الأوضة اللي فيها الطباعة دي كانت تبقى أكثر خطورة. 18 like the hearing workers زي الناس زي العمال اللي بتسمع.
The deaf don't have friends، ما عندهمش أصحاب. Can't speak with their hands، ما يقدروش يتكلموا بإيديهم. Use their feet to speak. Can help create work. 19 although the plant، رغم ان المصنع was destroyed everyone was، رغم المصنع اتدمر كل واحد كان angry sad content ولا hesitant. هي بنسبة كبيرة تبقى دي، لأن سلبي حزين وغضبان ومتردد، فممكن تبقى هي دي الوحيدة. طيب تعال نشوف القطعة بقى بتحكي عن ايه أبطال. كده اتحكت عن الطباعة وأكيد فيها ناس دف أصم. My father was a printer. طبعا مش printer يعني مش شغال، هو طبعا كده يبقى هو طابع عشان نهايتها ER. But he was deaf، لكن أصم ماشي. So he couldn't hear. He felt through the soles of his shoes the pounding and rumbling of the giant printing press that daily spit out the newspaper he helped create. طيب مش فاهم فيها حاجة بصراحة أغلب الجملة، بس أنا كده فهمت إن بابا الكاتب ده شغال بيطبع وفي نفس الوقت أصم. بالرغم إن he couldn't hear، بالرغم مش بيقدر يسمع، كان بيشعر ب soles of his shoes the pounding and rumbling اللي ما اعرفش يعني ايه of the giant printing press. ممكن تكون الآلة بيطبع بيها. كان بيشعر ب soles of his shoes، دي حذاء ماشي، دي ممكن تبقى ايه مش عارف، النعل مثلا بتاع الحذاء ممكن. كان بيشعر وبيحس بيها بالآلة بتاعته. خلاص ماشي. As a boy، كطفل my father learned how to speak with his hands. إيه ده، أنا استغربتها تحت دي. هو طفل اتعلم بابا يتكلم بايديه، مش فاهم ازاي. As a man لما كبر he learned how to turn lead type letters into words. بدأ يحول الحروف إلى كلمات وجمل برضه بإيديه. Sometimes my father felt sad as most of the workers who couldn't hear were unkind. أحيانا بابايا كان بيشعر بالحزن لأنه أغلب العمال اللي مش بيسمعوا were unkind غصب عنهم، بيبقوا مش طيبين. But my father didn't lack friends. بس بابايا ما كانش يفتقد الأصحاب، بالعكس كان عنده أصحاب. There were other printers at the plant who were deaf. كان في ناس تانية أصم في المصنع اللي شغال فيه وكانوا كويسين يعني. They had also learned to talk with their hands. وكمان اتعلموا، إن كان هو علمهم أو اتعلموا يتكلموا بإيديهم، فبدأوا يتكلموا مع بعض. وفي يوم من الأيام one day while the giant presses rain، أثناء ما الطباعة دي شغالة بشكل كبير والمطبعة، my father spotted a fire مش عارف إيه in a far corner of the press room. حصلت حريقة في البريس روم، في أوضة الطباعة دي أو في المطبعة. The fire was spreading quickly. النار انتشرت بسرعة. Silently، بكل يعني بهدوء، مفيش صوت. Suddenly، مرة واحدة the wood floor burst into flames. الأرض الخشب بقت كلها لهيب. وهنا السؤال اللي كان تحت، إيه اللي يحصل لو الأرض ما كانتش خشب؟ كده ما كانتش الحريقة انتشرت بشكل كبير. ده سؤال برضه احنا كل ده بنستنتجه. My father knew he had to tell everyone. بابايا قال لك طب انا لازم اقول للناس. طب هقول لهم ازاي؟ he couldn't speak، ما بتكلمش. to shout أو عشان اصرخ واقول للناس. but he could speak with his hand، بس يقدر يتكلم بايديه. he didn't hesitate، ما ترددش. he jumped onto an ink drum، نزل في الدرام بتاع الحبر. and waved his arms، وحرك arms ايديه excitedly until he caught the attention، لحد ما الناس خدت بالها of the fellow printer who also couldn't hear a sound. My father's hand shouted through the terrible noise. بدأت ايديه تصرخ من خلال terrible noise of the printing press. fire tell the hearing ones، بلغوا الناس اللي بتسمع ان في حريقة. His friends climbed onto a huge roll of newsprint. قفزوا على newsprint، ممكن كده جرايد مطبوعة. His fingers screamed to the other deaf workers. بدأ ايديهم تصرخ لباقي الناس الأصم. Who ran to fellow workers who could hear. جريوا وراحوا للناس اللي تقدر تسمع. They pointed to the fire، وشاوروا على النار. Which had now spread to the wall، وبدأت تنتشر حتى على الحيطان. Next to the only exit،
ناحية المخرج الوحيد اللي يقدر يطلعوا منه. Not one of my friend's father left until everyone know of the danger. ما سابش حد غير لما قال له الخطر. My father was the last to escape. آخر واحد هرب أو مشي. The printers stood in the street. وقفوا في الشارع. Broken glasses at their feet. ويعني رجليهم مليانة إزاز مكسر. They impressed one another as the fire engine arrived. They were happy, كانوا فرحانين to be alive إن هم فضلوا عايشين when the printing plant finally reopened. لما أعيد فتح المصنع مرة كمان my father went back to the work he loved. رجع للشغل اللي هو بيحبه. كان في عايز اختصار لحاجة بس مش فاكر أنهي فقرة بصراحة. الثانية which of the following summarize the last paragraph. آخر فقرة ده إزاي نجي يعني. طيب يلا بينا. The suitable title of the passage. شايفين ايه افضل عنوان؟ مشكله الطباعه the fire in، بس مش هي دي الفكره. مش الحريقه، مع ان دي ممكن تبقى كويسه صح، بس انا بشوف ان the power of the deaf، قوه الشخص الاصم، بالرغم ان هو اصم لكن قدر ينقذ مصنع كامل وعماله. طب 13 to tell the other workers about the fire، عشان يبلغ باقي الناس عن الحريقه. The writer's father، بابا الكاتب ده عمل ايه؟ screamed loudly، shouted with his hand، ايوه shouted with his hand، صرخ بايديه، hit on an ink drum made a loud bang. لا كده تمام. 14 which one of the following summarize the last paragraph. لما نجوا كلهم the printers stood in the street blaming each other. لا مش بيلوموا بعض. My father left work after the plant was reopened. بالعكس رجع للشغل اللي بيحبه. Everyone survived with the help of the deaf. صح كده. الناس نجت بمساعدة الأصم. The deaf only could survive the fire. لا. The deaf printer used his foot to feel. أيوة هي دي. feel مش عارف يعني إيه، إحنا خمنا إنه ممكن يكون نعم. hold on to an ink drum، يمسك الحبر. لا. يحذر الناس من الخطر. لا. تمام. according to the passage unless the deaf spoke with their hands they would، كانوا ماتوا. find difficulty writing، كان له صعوبة في الكتاب. لا. fail to embarrass each other. طيب find difficult reading. fail to survive، كانوا ممكن يفشلوا فين؟ في ان هم يبقوا على قيد الحياة لو ما عرفوش يحذروا بعض. طب لو ما كانتش الارض خشب، ما كانتش انتشرت النار بسرعة. fire would spread faster. لا. the printer would die soon. fire wouldn't spread faster. ما كانتش النار انتشرت بشكل ايه؟ سريع. طب اللي بعدها بيقول لك ايه؟ like the hearing workers the deaf don't have friends. لا كان عنده. can't speak with their hands. لا بيقدروا. use their feet to speak. لا ده عشان يشعروا بالحاجات اللي بيعملوها. can help create. واخر سؤال قلنا خلاص بالرغم من المصنع اتدمر لكن كل انسان كان مبسوط وراضي. اكيد بالرغم من اتدمر يبقى الحاجه الثانيه حاجه ايجابيه. سلبي سلبي سلبي. حلناه من غير ما نترجم ولا حاجه. كالعاده هنفضل بنفس طريقتنا مش هتتغير، لان طريقه مهمه جدا جدا جدا. لازم امشي بنفس السكه دي على طول عشان لو واجهتني اسئله انا ما اعرفهاش. فركزوا الله يخليكم. طيب تعالوا نشوف القطعه الثانيه بدايه اسئلتها بتقول ايه، وصح كده معايا عشان ناخد القطعه دي بروقان بال برضه. يلا بينا. The suitable title for the passage is، أفضل عنوان للقطعة Modern Computers، الكمبيوترات الحديثة. Machines and their impact، الآلات وتأثيرها. The Cultural Revolution، الثورة الثقافية. The Dangers of Machine، خطر الآلات. ماشي. The train and the automobile helped increase. زودوا إيه دول؟ Calculation، عملية الحساب. urbanization، تحضر. urban، حضري. transformation، تحول. ماشي. مش عارف الكلمة الأخيرة ولا كأنك شفتها. the sentence that summarizes the second paragraph. عايز أفتكر كده. تاني فقرة عايزين نفتكر الملخص بتاعها إيه. past and modern machines have changed man's life.
الآلات القديمة والحديثة غيرت من حياة الإنسان. The steam engine has caused an industrial revolution. المحرك الستيم البخار has caused سبب an industrial revolution ثورة صناعية. Trains and automobiles increased mobility. مش فاكر يعني ايه دي ولا يهمك. القطارات والاوتوموبيلز زودوا مش عارف ايه. Telephones enabled people to communicate. التليفونات ساعدت الناس ان يبقى في تواصل. 23 with the beginning of the steam engine. مع بداية الستيم انجن المحرك اللي بالبخار. The train and the automobile stopped working. القطر والاوتوموبيل بطلوا يشتغلوا. A new revolution started in industry and economy. بدأت ثورة جديدة في الصناعة والاقتصاد. The internet revolution is spread. ثورة الانترنت انتشرت. There was a decline in all the society. حصل انخفاض في كل المجتمع. يا خوف الأسئلة السهلة دي بتبقى القطعة بتاعتها غلسة سنة. The more we use machine in the future. كل ما نستخدم الآلات في المستقبل. The less time we can save. هنوفر وقت أقل. The less targets we can achieve. هيبقى التارجت قليل. The more fiction we can turn to reality. كل ما نقدر نحول أي خيال لحقيقة. The more efforts we will exert at work. هنبذل مجهود أكتر في الشغل. 25 If we face more complicated problems in the future. لو واجهنا مشاكل معقدة في المستقبل. We won't have to think of creative solution. مش هنقدر نفكر في creative solution في حلول creative. خلاكم. We'll have to stop working. هنبطل شغل. We'll have to invent more modern machine. هنخترع آلات حديثة. Won't have to work hard. مش هنشتغل بشكل جاد. 26 Similar to TV, radio and telephone, computers helped develop the communication. ساعدت على تطور الاتصالات أو التواصل يعني. helped develop transport. ساعدت على تطور وسائل المواصلات أو النقل. performed dangerous task. عملت مهام خطيرة. ended up in museums. ماشي. 27 At first في الأول the idea of mechanical men thinker and inventor distracted شتتت depressed أحبطت distributed impressed. طب ما كده كله ده سلبي ما عدا آخر واحد. ماشي خلصوا يلا بينا كده آلات وتواصل وبتاع. يلا على البركة. تاني فقرة فكروني العنوان بتاعها. Nowadays we use so many machines that life is unimaginable without them. دلوقتي بنستخدم آلات كتيرة اللي الحياة تبقى ما اقدرش اتخيلها من غيرها. Because of machine بسبب الآلات we can travel farther and faster. نقدر نسافر أبعد وأسرع. We can access and process greater quantities of information at ever increasing speed. نقدر نجيب أي معلومات بسرعة كبيرة. We can perform dangerous and complicated tasks more safely. نقدر نعمل حاجات مهام معقدة وخطيرة بأكثر أمان وefficiently بأكثر كفاءة. And precise. ماشي مش عارف يعني إيه خلاص بس حاجة إيجابية. In our homes في بيوتنا schools مدارسنا hospital factories stores and offices كل ده there are machines from the simplest gadgets to the most مش عارف ايه. من ابسط الالات اكيد دي اللي اصعبها او معقده ممكن electronic system. In fact في الحقيقه we would have to travel very far indeed to find a place on this earth where we won't encounter a machine of some kind. ماشي. The invention of machines and their spread المفروض انتشار عارفينها يعني. Adoption have transformed human society. غيرت من المجتمع تماما. يبقى اختراع الآلات غير من المجتمع وانتشاره غير من الحياة ومن المجتمع. Beginning with the steam engine. كان عليه سؤال تحت. بداية من الستيم انجن اللي كان سنة 1705 ده. The Industrial Revolution brought about massive economic and social changes that
continue into the 20th century. حصلت ثورة صناعية أو حصلت ثورة اقتصادية وتغيرات اجتماعية بسبب الستيم انجن ده. وده كان سؤال تحت. with the train and automobile ده كان سؤال جاب الناس لإيه؟ came increasing urbanization. خلاص عمل عملية تحضر. and والكلمة دي الكلمة دي كويسة برضه مش حطها تحت. and the telegraph and later the telephone, radio and television enabled people to communicate over long distance. كمان التليفون والراديو والتلفزيون خلى الناس تقدر تتواصل لمسافات بعيدة. technological progress التقدم التكنولوجي ده القطعة طلعت كويسة يعني. that had been thousands of years in the making accelerated rapidly with the advent of electronic computer in كذا. بدأ يتطور والتطور التكنولوجي لحد ما وصل للكمبيوتر في سنة 1941. 8 years later بعد 8 سنين من الموضوع ده the stored program computer vastly improved the programming procedures. بدأ يسهل عملية أو إجراءات البرمجة. as computer science took off in universities, far-fetched idea and had once belonged to the realm of science fiction. ممكن تبقى عالم ممكن مش عارف الخيال العلمي became realistic وأصبح الخيال العلمي ممكن خلاص اللي أنت كنت متخيله زمان إنه خيال ينفع إن يبقى ريال أو رياليتي حقيقة. One such idea was to build mechanical creature that could think and act independent. بس انك تعمل حاجه صناعيه او ميكانيكيه زي كده. The idea of mechanical men has fascinated يبقى impressed thinkers لان كان سؤال تحت يبقى impressed and inventors اذهلتهم يبقى impressed هي اللي صح تحت 4 centuries. elaborate mechanical toys and مش عارف مين الكلمه دي كانت تحت برضه creatures such as mechanical body that could write and draw تقدر تكتب وترسم were constructed in France in the 18th and 19th century في القرون ال 18 وال 19. But such invention as amazing as they were ended up in Pharaoh's museum as object of مش عارف ايه. بس اغلب الاختراعات دي انتهى بها الحال ان اتحطت في بعض المتاحف والكلام ده كله. ماشي. The suitable title for the passage أفضل عنوان للباسج is إيه؟ modern computer لا. machine and their impact طبعا الآلات وتأثيرها اللي منها الكمبيوتر. The cultural revolution الثورة الثقافية. The danger of machine مخاطر الآلات لا. طيب the train and automobile عمل إيه؟ urbanization عمل عملية تحضر. طب the sentence that summarizes the second paragraph past and modern machine have changed man's life ولا the steam engine has caused دي خليها معانا الأول. steam engine has caused industrial revolution ده عمل كده وعمل economical كمان economic revolution. trains and automobile increase mobility. telephones enable ما كل دول جاية تحت العنوان ده. الآلات زمان ودلوقتي غيرت حياة الإنسان ودي كانت واضحة في تاني فقرة بشكل واضح جدا. بص كده the invention اختراع الآلات and their widespread وانتشارها have transformed human society. كده تمام. السؤال اللي بعد منه رقم كام؟ 23 بيقول ايه؟ with the beginning of the steam engine عمل ثورة كبيرة زي ما قلنا. the train and the automobile stopped working لا ما قالش كده خالص بالعكس ده عمل ثورة. a new revolution start in industry and economy خلي دي معانا. ثورة كبيرة بدأت في الصناعة وفي الاقتصاد industrial revolution. the internet revolution spread ايه علاقتها بالمحرك؟ there was a decline in all society لا. the more we use machine in the future كل ما نستخدم آلات في المستقبل كل ما ايه؟ وقت قليل نخففه لا طبعا. التارجت قليل نحقق تارجت بشكل قليل برضه لا. the more fiction the more fiction كتير من الحاجات الفيكشن ممكن تحول لرياليتي الحقيقي لسه مترجمها من شويه. طب استنى the more efforts we will exert هنبذل مجهود اكتر لا دي الالات هتوفر عليك مجهود. لو the less efforts we will exert كانت تبقى تنفع صح. 25 بيقول ايه؟
if we face more complicated problems in the future لو واجهنا مشاكل اصعب في المستقبل we won't have to think of creative solution مش هنفكر في حلول كرييتيف. ازاي يعني؟ we'll have to stop working نبطل شغل. we'll have to invent more modern machine. خلي دي معانا. won't have to work hard مش هنشتغل لا. we will have to invent more modern machine هنبقى مضطرين نخترع آلات حديثة تاني. similar to TV والراديو والتليفون. الكمبيوتر طبعا اكيد سهل الكوميونيكيشن. help develop خلي دي معانا. help develop transport ايه علاقته بالمواصلات. perform dangerous task برضو ايه علاقتها. ended up in the museum لا يبقى هنروح لدي. help develop the communication تساعد على التواصل في حتت كتير. وهنا حلناها من شويه. قال لك فوق facilitated ما دام قال لك facilitated فوق اذهلوه يبقى impressed. واحنا عارفين الصفات impressive لو فاكرينها مؤثر ودي يوحي بالاعجاب. وفي صفه تانية اللي هي عندي مثلا affecting يوحي بالحزن وعندي influential مؤثر. طيب نقط the food on the table did we start. سؤال هتلاقيه في الامتحان التجريبي غالبا الرابع او الخامس. شارح الانفيرجن بشكل تفصيلي اللي بيجي بعديه سؤال وراه على طول واللي بيجي بعديه سؤال في الجزء الثاني منه. خلاص ارجعوا لهم كويس. الجزء الثاني منه هتلاقي not until وفي عندي التعبير it wasn't until كلكم عارفينه. it wasn't until I وهتجيب ماضي تام. وحتى لو نوت انتل جبت معاها فتره زمنيه هنا سنه او غيره نفس القصه. ما دام بدات بنوت انتل يبقى الجمله الثانيه فيها سؤال. طيب نو سونر السؤال وراها ده برضو انفيرجن. والانفيرجن باختصار الكلمات بتعبر عن النفي. في بعض الكلمات اللي لخصتهم لكم بيجي وراهم السؤال على طول. منهم نو سونر وهاردلي وسكيرسلي وانو واي ونو وير. ومنهم نوت انتل اللي بيجي السؤال في الجمله الكام الثانيه. طبعا وين وبيفور ما لهمش علاقه باي سؤال. السؤال اللي بيتكرر على طول على طول على طول كده اتاكدنا ان السؤال ده مهم جدا يجي. في فعل اي ان جي وفي تصريف ده معلوم وده مجهول. دي ممكن بمعنى بعد. نجرب دي الاول. تو بي دي معلوم خلاص. لا بس تو بي فوكسد لا ده كده مجهول لان تو والمصدر على طول معلوم كده دي مجهول. طب تعال نشوف بس. هبدا بدي الاول. after being focused بعد ما تم التركيز on her future. طب ما انت هنا حط سهيلة هنا عشان تعرف دي معلومة ولا مجهول. سهيلة تركز على مستقبلها لا دي معلوم يبقى دي بره والأخيرة بره. طيب امال هنا هتروح لمين؟ focusing لأن دي مجهول هي كمان. ما احنا قلنا أول ما تلاقي الوضع ده بتعمل إيه؟ بتمسك الفاعل بتاع الجملة الثانية ونحطه هنا. جاوب على السؤالين بتوعنا اللي احنا قلنا عليه يبقى ده معلوم. اختار يا اي ان جي يا تو المصدر. ما جاوبش يبقى تصريف ثالث ده مجهول. طب كان جمله واحده بنسبه كبيره تبقى جمله امر يبقى فعل في المصدر. فدي مهمه واتكررت في كل الامتحانات التجريبيه. not leave matters get worse دي سهله دي. let's don't لا let's هنفي بنوت على طول. couldn't we عايزه سؤال. shall we عايزه سؤال. let's not معروف الفعل في المصدر بنفيه بنوت. تو المصدر بنفيه بنوت. اي ان جي بنفيه بنوت. خلاص. بالنسبه انا بحط نوت تو والمصدر نوت واي ان جي نوت والمصدر على طول. اي سجست جت في كل الامتحانات وشرحناها خلاص مش هنشرح تاني. كده الاقرب ذات يبقى الفعل في المصدر دي وممكن دي انما دي مجهول لكن دي غلط ودي غلط. شرحناها مش هطول في الفيديوهات احنا شرحناها قبل كده. ركز معايا كده. this room نقط for the children. يلا this room leave الاوضه دي تترك للاطفال لا تترك بقى مبني المجهول عشان كده انا شكيت في دي. ما دي مبني مجهول. احنا عندنا هنا ده المصدر. الحركه بتاعتنا هنقسم هننزل this room وهنكتب بي مصدر هنسيبها مصدر والتصريف الثالث يبقى الاجابه الصح هي بي left. دي برضو جت في كذا امتحان تجريبي. suppose always يبقى بدال اف دي. طيب suppose مبدئيا بره. تقول لي ليه؟ اقول لك مفيش علامه استفهام في الاخر. يلا unless you had any charge. إذا لم تكن مسؤول you could have your own decision تاخد قرارك. لا
يبقى لو دي اف صح. if you had in charge، لو انت في مسؤوليه، دي غلط كده. when you had been ده ماضي تام. الجمله الثانيه ده could have، اوعى تتخدع، دي هنا could والمصدر، could زائد المصدر، دي حاله الثانيه الاف، يبقى ماضي بسيط مش ماضي تام. كده ما بقاش عندك غير وير، ووير ينفع تيجي بدون فعل، اللي هي اصلها if you were in charge، لو انت كنت مسؤول تقدر تاخد قرارك بنفسك، دي صح. ووير تيجي من غير فعل بمعنى اف، صح. طيب خلصانه بالشياكه، شرحناها برضو. قلنا لو نقط في الاول ومفيش كوما، لسه قايلينهم دلوقتي، يا الاي ان جي في المعلوم، يا تو وتو المصدر شغاله بس ما بتجيش كتير، يا تصريف تالت في المجهول، يا امر يبقى الفعل في المصدر. انما لو عندك كوما يبقى حال. بره interested. طب استنى، their project to gain financial support، انا عايز الاي ان جي كده، from the sharks، يبقى interestingly، بشكل ممتع. المشروع بتاعهم كسب financial support، مسانده ماليه، from the sharks، من الشاركس. عارفين طبعا البرنامج ده. 34 نادر joined Oxford University، التحق بجامعه اوكسفورد. where council strict council strict admins condition were put. دي جمله كامله يا اخوانا، ده كده شكلها هوز، خلي طب دي معانا. whom council strict، لا which council put strict، لا كده صح. whose council، المجلس بتاعها حط شويه حاجات او ظروف ايه صارمه، يبقى انا هنا بعدها جمله كامله. جمله كامله يبقى هوز، واحنا عارفين الثلاث شروط بتاع هوز، جمله كامله وابوستروف اس وصفات ملكيه. كده يبقى اجابه 34 هي بي. 35 بقى بيقول لي ايه؟ your cowboy، راعي البقر، put the sandal، اللي هو السراج او البتاع ده اللي بتحط، on the horse، على الحصان. نقط him، ايه ده؟ ايه نقط him دي؟ from the fence، waved goodbye، عمل goodbye and rode off ومشي. which tense from the verb، عايز احط هنا untie، بس بأنهي زمن؟ can be used to complete the previous story. present perfect، past simple، past perfect، past perfect continuous. waved goodbye and rode، خلاص يبقى كده past simple، سرد احداث قصه. ما هو كده بيحكي انه put، طبعا ماضي، حط السراج او البتاع اللي فوق الحصان ده، مش عارف اسمه ايه. untied him from the fence، waved goodbye and rode off. خلاص كده يبقى سرد احداث قصه. وده الجزء اللي كنت باكد عليه ان هو بيركز في الامتحان التجريبي على الجزء التطبيقي العملي، وده مهم جدا. انه مش بس فكره انه يجيب لك جمله ويقول لك اختار ما بين الماضي البسيط والمضارع التام، لا ده هنا بص عمل ايه. وهنا جاب لك العكس، جاب لك اختيارات الازمنه وقال لك انهي زمن ممكن يكون مناسب هنا، فدي مهمه قوي. طب يلا بينا. هل تعتقد ان الاطعمه المحفوظه لها نفس قيمه الاطعمه الطازجه، ام انها ربما تفقد بعض العناصر الضروريه اثناء عمليه التصنيع؟ بالراحه كده نقارن واحده واحده. do you think بيقول لك ايه؟ حبه حبه. do you think reserved، بدايه القصيده كفر، preserved قصدك المحفوظه، reserve محجوز. do you think preserved food have the same value as fresh one or they may lose some essential elements؟ طيب do you think preserved food have the same value as fresh one؟ صح دي. or they have lost some unimportant، لا important elements، عناصر هامة. ايه ده؟ طب do you think preserved food have the same value as fresh ones؟ ماشي. food ones ماشي. or they may lose some essential، اللي يفتقد بعض الاليمنتس الأساسية during the manufacturing process. كده يبقى الإجابة الصح هي letter D. طيب اللي بعدها، إن متوسط عمر السكان في العديد من الدول يزداد، ولذا فإن العديد من الأعمال بدأت في التكيف مع متطلبات كبار السن، ومثال ذلك هو الصناعات الدوائية. The average age of the population of many countries is getting older. The average age of the pollution، طب the average age of the
pollution تلوث. ايه ده كده اقارن بين A و D مثلا. طيب the average age of the population of many countries is getting older صح كده. So لا many business هنا many اللي هي صغير. طب استنى هو اعمال كثيره متهيألي ولذا فان العديد من الاعمال يبقى كده الاجابه الصح هي many business. اتاكد بس started to adjust to all the customer needs one example. انت لازم تكمل الباقي وتكمل قرايه الباقي مره واثنين وثلاثه. النقطه بدرجتين خساره جدا. طيب at present many managers في الوقت الحاضر مديرين كتير spend much of their working time at home بيشتغلوا من البيت. حلوه الشغلانه دي حلوه بصراحه. working at home has advantages. الشغل من البيت عنده مميزات including more flexible hours ساعات مرنه اكتر and better productivity levels و levels اسمها ايه مستويات انتاجيه اعلى. طيب يلا بالراحه كده واحده واحده انا وانتوا. يلا في الوقت الحالي يقدر كثير من المديرين الكثير من وقت العمل في المنزل. في الوقت حاليا لا يقضي لا في الوقت الحالي يقدر كثير من المديرين الكثير من وقت عملهم في المنزل. طيب زي بعض من وقت العمل working spend much of their من وقت عملهم كده دي اللي صح. طيب حاليا يقضي كثير من العمال كثير من وقت عملهم في المنزل زي الفل. والعمل من المنزل له مزايا وهنا له عيوب. لا له مزايا كده ادفانتج انا فاكر له مزايا يبقى كده الاجابه الصح هي ج. السؤال اللي وراه one way to increase your reading speed طريقه انك تسرع بيها او تزود بيها reading speed وتيره او سرعه القراءه بتاعتك is reading against the clock تقرا قدام الساعه. reading less than 20 words per minute تقرا اكتر من 200 كلمه في الدقيقه means you are certainly reading word by word. طيب تعال نشوف. احد طرق زياده كميه القراءه هي القراءه بسرعه فائقه. فائته لا. احد طرق زياده سرعه القراءه هي القراءه بسرعه فائقه. ماشي. احد طرق تخفيض لا زياده. احد طرق زياده سرعه القراءه هي القراءه بسرعه فائقه. يبقى دي صح ودي صح. إن قراءة أقل من 200 كلمة في الساعة ولا الدقيقة؟ لا في الدقيقة. يبقى الإجابة الصح هي لتر دي. القصة أورليك was harmful to بيب. أسوأ واحد كان بيب بيكره عمى as well as his sister واخته. illustrate. أورليك attacked Bib's sister which left her unable to speak or walk. ما قدرتش لا تتكلم ولا تمشي خلاص. later he also tried to kill Bib out of jealousy and anger. وكان عايز يقتل بيب بسبب غيرته منه بسبب غضبه منه. Why do you think رأيك إيه Joe was destined to marry Biddy. How did this affect بيب؟ أثر على بيب إزاي؟ Joe and Biddy were both kind كانوا طيبين and simple so they understood each other فهموا بعض well and they made a good match وده عمل تناسب بينهم كويس قوي. بيب felt surprised but happy اندهش بس كان فرحان that Joe found someone who cared for him ان جو لقى حد يهتم بيه. طيب كعادة الاختبارات التجريبية قال لك ايه؟ write a concluding paragraph. اكتب paragraph concluding ملخص الدنيا of 6 lines of the following من 6 سطور. dumping hazardous wastes must be given due care to protect our environment and save the climate from getting worse. ماشي. المخلفات يعني لازم نهتم بيها انها تحمي البيئه وتحافظ على الجو from getting worse ان هو يسوء. in brief dumping hazards waste harms our planet بتضر في العادي الكوكب بتاعنا. it poisons soil بتسم التربه water and air making climate change worse وتغير المناخ تخليه أسوأ. we must handle dangerous waste well. ليه؟ to protect nature. strict rules and better recycling can help solve this problem.
قوانين صارمه، والريسايكلينج ممكن يحل المشكله دي، ان ناخد كل القمامه دي ونعيد تدويرها فتمنع التلوث من البيئه. Everyone و governments, companies and people must work together. لازم يشتغلوا مع بعض. هنا المفروض كوما، ماشي؟ دي مفيش شرط. must work together، لازم يشتغلوا مع بعض by being responsible with waste today. يكونوا مسؤولين عن القمامة دلوقتي أو المخلفات عموما. we save the earth for tomorrow، عشان نحمي الكوكب من الوقت اللي جاي. طبعا تكتبوا أحسن مني بكتير. هتكتب عن القمامة والريسايكلينج، ودي احنا أخدنا عليها 50,000 قطعة، وازاي اعيد تدوير الحاجات دي عشان تطلع حاجات مفيدة. هتقدر تعرف تلغي كلهم 6 سطور، يعني مش هيبقى بالنسبة لنا مشكلة. بكده الامتحان السابع يكون انتهى. لحد ما اشوفكم في الامتحانات اللي جايه بألف خير وصحه وسعاده يا اغلى الناس. سلام.